اهلا وسهلا، ونتمنى تكونوا بخير، اموركم مزيانه ان شاء الله. هذا الفيديو غادي نديرو باش نوضح واحد المساله ديال البرنامج اللي دازو فيه الاخر رجاء وعمر. وبالنسبه لهذا الجدل اللي كاين ديال شكون هذا، اول حاجه احتراما العلاقه اللي بيني وبين رجاء وعمر، ما غاديش نتسنى باش تيجي برنامج باش انني نحل خلاف او نحل شي سوء تفاهم الا كان. اول حاجه احتراما للشخصيه ديالي، وثانيا احتراما للدراري وعلى الصداقه ديالي اللي دامت سنين الحمد لله. حاجه اخرى غادي نهضر عليها بالنسبه للفتره اللي دوى فيها السيد، قال لهم انا هضرت معكم قبل كورونا اخر مره. انا كورونا كلها قضيتها مع الدراري من ا حتى لزد. لا بروف صورنا فيها واك صورنا فيها كليب الغربال يعني في الكونفينمون الثاني. حاجه اخرى، انا الناس اللي عارفيني عمرني الحمد لله ما كنت كنشترك مشاكلي ولا حتى كنستغل مشاكلي باش اني ندير بهم بوز. واخا هذه الفتره اللي حنا كنعيشوا اي واحد كيستغل مشكل او خلاف باش انه يطلع به. باغ كونطخ انا عمري ما درت هذه القضيه، عمري ما غادي ندير هادشي اللي كاين. مشاهدي قناة ياقوت تيفي، اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غنهضروا على موضوع اللي دار ضجه في مواقع التواصل الاجتماعي. اولا غنهضروا على جوج حوايج، غنهضروا على شكون هو الشخص اللي جا بالنسبه باش يتصالح مع رجاء وعمر في اخر لقاء ديالهم، وكذلك غادي نهضروا على شكون هو الشخص اللي تفرقت معاه رجاء بالمير وكانت غادي تزوج به. فهادو جوج المواضيع اللي داروا ضجه في مواقع التواصل الاجتماعي، وبزاف ديال الناس وخصوصا الناس اللي متبعين وكيهمهم اخبار رجاء وعمر بالمير فهضروا على هذا الموضوع بزاف، ولكن الحقيقه ديالو مازال ما بانت. فاليوم غادي نهضروا على هذا الموضوع. اولا بعد ما خرج عثمان وقال على انه وضح للناس على انه ماشي هو اللي جا باش يتصالح معاهم، لان هذا الشيء ما كيشبهش الشخصيه ديالو. فاحتراما لراسو واحتراما للاصدقاء ديالو ما كيتسناش هو برنامج باش يجي ويتصالح معاهم. فاحنا ما غاديش نعاودوا الهضره اللي قال عثمان، لانه كان باين على انه ماشي عثمان اللي جا في البرنامج. عثمان كان كيهضر معاهم كيف ما شفتوا في كورونا وصور معاهم. فبطبيعه الحال بزاف ديال الناس اللي تغالطوا مشاو كيقولوا على ان عثمان فماشي عثمان، وهادشي كان باين. زعما ما فهمناش علاش الناس اللي مشاو ديريكت الفكره ان هذاك راه عثمان. ما عرفناش شنو هو، علاش هاد السبب، انهم شنو السبب باش مشاو فكروا في عثمان، لانه صراحه كيف ما قلت لكم باين. وفي هذا الموضوع غادي نقولوا بالضبط اشنو قالوا الناس، ولكن ما غاديش نطول عليكم لان خصنا نعرفوا شكون هو الحبيب السابق ديال رجاء بالمير. فنرجعوا للفقره او للجزء الاول من الموضوع. عثمان كيف ما قلنا ماشي هو اللي كان، ولكن الناس بداو تيقولوا اكتشفوا شكون هو هذا الشخص اللي كان وما بانش وما باوش يتصالحوا معاه. فبزاف ديال الناس ماشي غير شويه، بعض المرات كنقول على انه الاراء اختلفت، ولكن دابا بزاف ديال الناس القليل اللي قالوا عثمان، ولكن هذا موضوع غلط لانه ماشي عثمان وكان باين انه ماشي عثمان. فالناس الاخرين وبزاف ديال الناس اللي تبعوا البرنامج قالوا على ان هذيك فقط باش يديروا البوز، جابوا واحد الشخص ما بين الاصدقاء ديالهم اللي كان موجود معاهم، وداك الشخص ما بينه وبينهم لا مشاكل لا حتى حاجه، هو صاحبهم او صديق ديالهم، فقط باش يديروا كيف ما كنقولوا البلبله وباش كلشي يهضر على الحلقه ديالهم. جابوا داك الشخص وداروا بحال نقولوا كاميرا كاشي، ولكن هذه المره داروا كاميرا كاشي بالجمهور اللي ما قالوش على انها كاميرا كاشي. هادشي الراي ديال الناس اللي دققوا في الموضوع وقالوا على ان هذاك راه الصوت ديال صديق ديالهم وكان حاضر معهم النهار ديال البرنامج، وداروا هما هادشي باش يديروا فقط البوز. ندوزو من بعد قبل ما ندوزو لهذا الموضوع ديال الخطيب ديالها او اللي كان يكون الزوج ديالها. هذا الموضوع مازال لحد الان ما معروفش واش بصح هذاك اللي جا باش يتصالح معاهم بصح الشخص ورفضوه، واش بصح كان صديق ديالهم سابقا ورفضوه او لا فقط كان من اجل البوز. هادشي ما معروفش. انا فقط شاركت معكم بزاف ديال الناس او لا شنو كيروش في مواقع التواصل الاجتماعي. ودابا نمشيو للموضوع الثاني اللي هو كذلك دار ضجه فاش رجاء اعلنات على انها كانت على علاقه غراميه مع شاب
جزائري فرنسي. فاش قالت هاد الهضره بزاف ديال الناس بداو تيقولوا شكون هو هذا. بزاف ديال الناس، فاش كنقول بزاف ديال الناس باش ماشي كلشي يخرجوا تيقولوا على انه حنا ما كتهمناش رجاء، ما كيهمناش واش حنا بقينا غير هادشي، كاين المواضيع اهم. انا ما كنهضرش مع الفئه اللي ما كيهمهمش هاد المواضيع. انا فاش نهضر على موضوع رجاء وعمر بالمير يعني كنهضر مع الناس، اولا فاش كنقول الناس اللي كيهمهم موضوعهم فكنهضر طبعا على الناس اللي كيتبعوهم وكيهمهم يعرفوا الاخبار ديالهم. فهذه غير بين قوسين. نكملوا موضوعنا. كيف ما قلت لكم بداو الناس كيتسائلوا على شكون هو هذا الرجل اللي كان غيكون الزوج ديال بالمير. سورتو انه دائما الناس كيعطيوها واحد الملاحظات ديال واش ما غتزوجيش، واش مازال، واش ما كايناش علاقه. المهم بزاف ديال الناس دائما كيتسائلوا على هذا الموضوع، وهي دائما كتجاوب برودة. ولكن شي مرات كيبان على انها ما كيعجبهاش الحال، لان كتقول لهم الطريقه كيفاش كتهضر. هي صحيح انها كتهضر في هضره كتقول شي هضره اللي هي لوجيك، انه راه ماشي الزواج هو الحياه وهو المستقبل. لا، الزواج كاين، الزواج طبعا حاجه زوينه وكتكملي الدين ديالك وكل شيء، ولكن الا ما كتبش وما كانش الشخص المناسب فماشي نهايه الحياه. كاينه خدمه، كاينه تعتني براسك، تقابلي والديك، تبغي الناس اللي دايرين بك وكيبغيوك. ممكن بزاف د الحوايج، مش هذا هو موضوعنا. ولكن رجاء بالمير دائما ما كانوا الناس كيسولوا على هذا الموضوع، خصوصا فاش شافوها دائما مع مريم أصواب الصديقه ديالها المقربه اللي تزوجات، وكيشوفوها دائما معاهم. فاش كانوا كيشوفوها مع شاديه قبل ما تطلق من عثمان، بزاف يعني لونطوراج ديالهم كامل هذوك الصديقات ديالها كانوا مزوجين تقريبا، ماشي كلهم ولكن تقريبا لهذا. ولكن هي كتبقى نقدروا نقولوا هي اللي كبيره فيهم في السن. فلهذا كانوا دائما الناس كيسولوا هذا السؤال ديال رجاء واش ما غتزوجيش، رجاء واش ما كاينش شي واحد. وهي كترد عليهم كتقول لهم هاد الهضره اللي قلت لكم، واش حسب لكم على ان الزواج هو الحياه؟ انا عندي زعما كنبغي الاغاني اللي كنبغي الاعمال ديالي، انا دائما كنت كونسونطرا في هذا الشيء. المهم دائما رجاء ما كانت كتجاوب الناس بهذه الطريقه. ولكن البارح لاول مره، او في اخر لقاء ديالها لاول مره كتعلن على انها كانت على علاقه بالشاب اللي قلت لكم، على ان ما بقات حتى شي حاجه بيناتهم، لان كان ما تفاهموش في الافكار وبزاف ديال الحوايج. راكم اللي شاف البرنامج اكيد راه عارف التفاصيل، حنا ما نوليوش نعاودوا البرنامج. ولكن بزاف ديال الناس بداو كيتسائلوا على شكون هو هذا الشخص، وخرجوا هاد الصور اللي وريتكم كيقولوا على ان هذا هو الشاب. فحقيقه هاد الصور ما نقدرش نقول لكم على ان هذا هو الشخص، وما نقدرش نقول لكم هذا ماشي هو. علاش؟ لانه صحيح خرجوا هاد الصور، ولكن يقدر يكون من المقربين ديالها. نتوما ما كتعرفوا على ان ماشي حتى مصوره معاه هكا مقربه يعني راه هو الشخص. لا، لان رجاء بالمير دائما كنعرفوها مع الاصدقاء ديالها، دائما كتكون هكا مقربه وتضحك معاهم وكتصور معاهم بحال هكا. يعني هاد الصوره ما كتعنيش على ان هذا هو الحبيب السابق ديال رجاء بالمير، كيف ما كتعنيش على انه ماشي هو. لان كنعرفوا الناس على الناس تبارك الله ما شاء الله عليهم مجهدين في التقلاب وفي البحث على المشاهير. فالسؤال كيبقى دائما مطروح.